مساء الفل للناس الكل. اليوم حبيت نطلع عليكم ونبارتاجي معاكم حاجة أنا حسيتها وحبيت تو سامبلومون بارتاجيها معاكم. تسمعوا بها جملة خيرا تعمل شرا تلقى، وإلا جملة أخرى زيادة اتقي شر من أحسنت إليه. الجمل هذم فما عباد هما دي برانسيب في حياتهم يعيشوا بهم، وديما ديما عندهم الأولوية في تفكيرهم. ولكن أنا لهنا من تجربتي الخاصة حبيت نبارتاجي معاكم الجملتين هذو من ينجموا يكونوا ما همش صحاح وقت اللي ننظروا للأشياء بمنظور آخر. بمعنى نجم ساعات تاخو قرار باش انت تعاون، ولا تاخو قرار تعتقد اللي انت قاعد تعمل في حاجة باهية برشا، وتشاء الأقدار انك تتحط في موقف اللي تتفهم بالغلط. تشاء الأقدار انك تتظلم، تشاء الأقدار انك يخرجوك في صفة أخرى ماهيش موجودة فيك، وإلا في إنسان آخر ما يتشبهلكش. فلهنا أنا شنو اللي نقول؟ كل واحد فينا صحيح عنده الطريقة نتاعو للتعامل مع هذه المواقف، ولكن فما مرارة صحيح، وفما وجيعة، وفما قهرة يحسها الإنسان خاصة كي يعمل حاجة باهية ويلقى اللي هو تفهم بالغلط، وإلا يلقى اللي رجع له خايب، ولا رجع له ألم، ولا رجع له وجيعة. لهنا راك باش تحس ألم وتحس مرارة صحيح، وهذه حتى حد ما ينجم يشكك فيها. ولكن بعد قليل من الزمن وقليل من الوقت وبرشا من الثقة فيك انت، في نفسك انت شكونك، وقتها راك باش تكتشف اللي انت تعرف روحك بالكدا، واللي انت عندك ثقة في روحك بالكدا، وخاصة عندك ثقة في ربي كبيرة كبيرة برشا، اللي جعل ربي كل الأسباب باش انت تتعلم حاجة جديدة أو تتعلم طريقة جديدة، وإلا يخرج منك حاجة أنت ما كنتش تعرفها في روحك، يخرج فيك قوة أنت ما كنتش فايق بها، يخرج لك بالحق في المواقف هذيك، يخرج لك قدرة كبيرة على التجاوز، أو قدرة كبيرة على فهم حاجات ما كانتش واضحة بالنسبة لك أنت. هذاك علاش ساعات مواقف من شدة الألم متاعها ومن شدة المرارة متاعها، من بعد رانا نتأكدوا اللي هو ربي كاتبنا بها الخير، وكاتبنا بها إن نتحطوا في مسار جديد، وإلا ننظفوا بها طاقة متاعنا، وإلا نغيروا بها فكرة كانت تنجم تكون سبب الفكرة هذيك في أغلاط أخرى، وإلا في ألم آخر أكبر من الألم اللي أنت حسيته بالموقف هذاك. دونك أي حاجة اللي تعلمته بالحق من التجربة اللي عشتها، هو أي حاجة تنجم تصير وتكون تحس بها بألم وبظلم، وإلا بألم بوجيعة، وإلا بقهرة، راها مخبي لك ربي إحساس جميل بالقوة، إحساس جميل باللي أنت ربي يحبك، إحساس جميل وقت اللي تكتشف في روحك حاجة ما كنتش فايق بها، ولا مهارة ما كنتش فايق بها. هذاك علاش يلزمنا نحمد ربي كل دقيقة على وجود ربي في الدنيا هذية، ونحمد ربي على قدرتنا على التحمل، وعلى قدرتنا على تجاوز كل هذه المحن اللي تنجم تعرضنا، ونكملوا ثنيتنا بكل قوة وبكل أمان وبكل ثقة في الله سبحانه وتعالى. وراهو كل حاجة مقدرة من عند ربي، مهما تظهر لك صعيبة راهو ينجم يكون قاعد يرفع عنك في بلاء أصعب وأصعب. فالحمد لله. فوالا جيست حبيت نبارتاجي معكم من الحاجة هذية. بالك شي ميساج يتعدى الإنسان قاعد يتعدى بظرف يحس به في مرارة، ولا يحس به في وجيعة، ولا يحس به في ظلم، ولا يحس به في قهر. نحب نقول لك ما تخافش، راهو لحظات أو أيام وتتعدى وتفرح، وربي كفيك على صبرك، وربي كفيك على تحملك وقدرتك على التحمل، ويخليك تنجم تكتشف مسار جديد، وتكتشف مهارة جديدة، وتكتشف حتى طبع ولا صفة فيك انت ما كنتش فايق بها. فألف حمد وشكر ليك يا ربي، وإن شاء الله ربي فرح قلوبكم الكل، وإن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم. أنا نحبكم برشا، ونليلتكم أزين الليالي يا رب.